زمان كان اختيار الفرن متوقف دايما على البوتاجاز، وللأسف ما كناش بنلاقي بوتاجاز فرن كويس وكمان الجزء اللي فوق بتاعه كويس. فكنا بنعمل ايه؟ بنلجأ بقى لوسائل تانية، ان احنا نروح نجيب فرن بالكهرباء، وما ادراك ما الكهرباء. تعالوا النهارده نتكلم عن الفرن البيست ايه، ازاي اختاره وايه مميزاته وايه عيوبه، وازاي اختاره باحسن سعر وافضل جودة. لو اتكلمنا عن مواصفات الفرن، تقريبا المواصفات كلها متشابهة في كل الانواع مع اختلافات بسيطة. لو جينا مثلا اتكلمنا عن الاختلافات دي، هنلاقي ان مثلا ممكن زرار الشواية يكون لوحده وزرار الفرن يكون لوحده، او ممكن الاتنين يكونوا مع بعض، وهنتكلم بالتفصيل عن النقطة دي. لكن قبل ما اروح اشتري الفرن بتاعي، انا المفروض ان انا افكر في ايه؟ اولا هفكر في مساحة المكان اللي انا هعمل فيه الفرن، وبناء عليه هحدد مساحته. انا المكان عندي صغير، احنا قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت ان ميزة البيست اير ان هو مش بيربطني بمكان واحد، انا ممكن احطه في اي مكان في المطبخ، فدي ميزة عندي. طيب تاني ميزة ايه بقى؟ ان انا اختار ايه. انا عندي المكان هيسمح ان انا اجيب 90 سنتي ولا 60 سنتي. تالت حاجة ان انا وانا بصمم المطبخ الخشب بتاعي او الالومنيوم او اي نوع المطبخ اللي انا هعمله، لازم بكون مفهمة النجار او الفني اللي هيجي يعمل لي المطبخ ان انا عندي فرن بيست اير، لان ده ليه تصميم معين وليه عوامل امان لازم ناخد بالنا منها واحنا بنركبه. رابع حاجة وانا بختار الفرن، طب انا عايزاه ايه؟ عايزاه غاز ولا عايزاه كهرباء ولا عايزاه غاز وكهرباء ولا عايزاه ايه بالظبط؟ برضو ده انا بحدده بناء على احتياجاتي انا كست واقفه في المطبخ وبتعمل الحاجه. طيب لما نيجي نتكلم عليه كغاز او كهرباء، لا انا بفضل النوع الغاز، وطبعا احنا عارفين ان الكهرباء عاليه جدا، وده ما يمنعش برضو ان الفرن البيست ان لازم محتاج كهرباء، لان عندك المروحه مش هتشتغل غير بالكهرباء، وعندك الشوايه برضو مش هتشتغل غير بالكهرباء. بس في بعض البوتاجازات الافران اللي بتشتغل الشوايه بتاعتها برضو بالغاز. ففي عندك نوعين من انواع الشوايات، شوايه غاز زي اللي موجود معانا هنا، او شوايه بيقولوا عليها برضو بيست ان شبه الشوايه بتاعت الميكرويف كده. لما تيجي تختاري بلاش تختاري الشاشه الديجيتال، ليه؟ مع الوقت بتبوظ، ولما بتيجي تغيريها هتحتاجي لها ضروري، لان هي بتحدد لك تايمر، بتحدد لك درجه حراره، فانت لازم الشاشه هتبقي محتاجاها. بس لما هتيجي تبوظ وتيجي تغيريها البورده بتاعتها بتبقى غاليه جدا، غير ان هي اصلا مش بتدخل في الضمان. يعني ممكن اي حاجه في الجهاز بيبقى عليها ضمان الا في الشاشه اللي بتبقى موجوده او الازاز اللي بيبقى الباب بتاعه، الاتنين دول ملهمش ضمان حتى لو شارياه النهارده. فانا هنا لما جيت اخترت اللي هو الزراير. بس برضه عايزه اقولك على حاجه تانية، ان الفرن البيلت ان بوجود المروحه فيه بيوفر عليكي ان انت تولعي الشوايه، ان تدويره الهواء بالمروحه في الفرن بتخلي الحاجه تتحمر في نفس الوقت اللي انت بتسوي فيه الحاجه. تاني حاجه التايمر بتاعك ده طبعا يعني حاجه كويسه جدا ان انت يبقى عندك تايمر بتربطي بتسمعي. في حاجه تانية في الفرن عايزه انبهك ليها، ان انت لازم تعملي حاجز ما بينه وما بين القطعه اللي فوق، سواء بقى القطعه اللي فوق دي كانت البوتاجاز المسطح او كانت الرخامه او اي جهاز انت هتحطيه، لازم تعملي فاصل، لازم الفني يعمل لك فاصل. الفاصل ده بيعمل تهويه كويسه. لو اتكلمنا عليه كعيوب زي اي جهاز موجود من الاجهزه لازم ليه عيوب. لو اتكلمنا عن عيوب مش هننكر ان هو النار طبعا اغلى من اسعار الافران العاديه او البوتاجاز العادي. العيب التاني ان هو محتاج فني يركبه، ما ينفعش انا اجتهد واركبه من نفسي. تالت حاجة ان انا لما باجي اصمم المطبخ لازم بيكون معايا فني بيصمم لي الصندوق بتاعه بمواصفات معينة زي ما الشركة بتاعتي طالبة. فاحنا لازم نشتري الفرن الاول قبل ما نصمم المطبخ، وندي للفني او النجار المقاسات بتاعته والابعاد بتاعته علشان يبتدي يصمم لنا الوحدة بتاعته بالمقاسات وبالمواصفات اللي احنا محتاجينها.
لو جينا نتكلم عن مواصفاته اول حاجه طبعا ان هو شكله شيك، مش هننكر ان هو شكله جذاب وحلو. تاني حاجه ان هو ما بياخدش مساحات، او مش بياخد يعني مش بيشغلك هتحطيه فين، انت هتحطيه في اي مكان. وكمان من مميزاته ان هو استحاله يسخن من بره. وبكده هنكون قدرنا نجمع بعض المعلومات اللي ممكن تساعدنا واحنا بنشتري الفرن بتاعنا. واشوفكم الحلقه الجايه.